كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام لشوقه، صلوا عليه وآله عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هغير معاكم شكل الرخامة بتاعتي، كمان هنضفها وهعقمها وهوريكم طريقتي في تنظيفها وتعقيمها وكمان تجديدها. دلوقتي طبعا انتوا شايفين الفرن ده الدنيا عنده محتاسة كده ومتبهدلة. طقم التوابل كمان الدوار اللي فوقيه ده عايز يتغسل، وكل حاجة عايزة تتلمع وتتنضف. هبدأ بقى واعملها معاكم. بس في البداية بتمنى طبعا اللي أول مرة يشوف قناتي ما ينساش يعمل سبسكرايب للقناة، يشترك عن طريق السهم الأحمر اللي تحت الفيديو، كمان يفعل الجرس وما ينساش اللايك. أرجوكم ما تنسوش اللايك. نبدأ بقى ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. انا هنقل خالص الفرن ده من هنا، انا هشيله خالص من على الرخامة. انا دلوقتي شلت المفرش اللي عليه ده ومسحته كويس قوي ونشفته ونضفته ولمعته وكل حاجة. هبدأ بقى ان انا اشيله لانه طبعا كان متبهدل، وقليل بصراحة لما بستخدمه. معتمدة اكتر على الفرن بتاع البوتاجاز. طقم التوابل كمان هحط شوية صابون بريل كده وعليهم مية سخنة، بس مش اكتر. كنت الاول بحط خل بس عرفت ان الخل مع صابون المواعين غلط. ونقعت كده طقم التوابل بتاعي اهو. هو ازاز والدوار بتاعه نفسه استانلس. على ما اخلص بقى مواعيني والشغل اللي ورايا يكون كل حاجة فيه فكت دي كده. انا يعني بفكه اهو، بحطه في مية وبريل. هسيبه بقى منقوع واشوف انا هعمل ايه بعد كده. دلوقتي بقى هبدأ ان انا انضف الرخامة بتاعتي من اي حاجة عليها، اي يعني الحاجات بقى اللي هي الصغننة الفتافيت دي. تمام، همسحها بقى كويس. وبعدين هجيب بخاخة عندي فيها مية وصابون. وهبدأ ان انا ارش كده كويس قوي على الرخامة، وبعدين هدعكها بالاسبونجة. اوعوا يا جماعة تستخدموا الخل على الرخامة. في ناس متخيلة ان هو بيعقم وينظف وكده، لا هو بيبوظ الرخام بصراحة، رغم ان الخل مفيد جدا جدا في التعقيم، بس ما تستخدموهوش للرخامة. خلاص. هبدأ بقى ان انا امسحها كده بالاسبونجة بتاعتي بعد ما حطيت مية وصابون عليها. وهدعكها كويس جدا جدا. انا عايزاها تنضف وتبقى زي الفل عشان بقى نحط الحاجات الجديدة عليها وكده. خلاص هبدأ بقى ان انا امسحها بفوطة. انا غسلتها طبعا الفوطة بمية سخنة وعصرتها. هبدأ بقى ان انا امسح الصابون ده خالص خالص واشطفها منه بالشكل ده كده. بصوا بقى بدأت تلمع وتنضف ازاي. التلميع والتعقيم بقى بايه؟ بلمع وبعقم الرخامة بتاعتي بكربونات الصودا او الكربوناتو او البيكربوناتو زي ما بتقولوا يعني. خلاص يا حبايبي، يعني برش عليها بقى كده، وبعد كده بدعكه كويس قوي. بدعك الرخامة كويس قوي بالبيكربونات دي. يعني مش متخيلين يا جماعة بتعقم وتلمع ازاي. انتوا هتشوفوا دلوقتي بنفسكم. بتسيبيها يا دوبك دقيقتين 3 على الرخامة، وبعدين ببدأ ان انا بالفوطة بتاعتي النظيفة طبعا امسحها كويس قوي قوي بعد ما بسيبها كده. النتيجة بتبقى حلوة جدا. جربوها يا جماعة، يعني بجد هتعجبكم قوي الطريقة دي. وزي ما قلت لكم بلاش الخل على الرخامة. خلاص هبدأ بقى ان انا امسح كده كل الكربوناتو بتاعي ده. طبعا الاستيكر اللي ورا الرخامة ده انا عملته، ده ستيكر، يعني اللي متابعني عارف ان ده ستيكر مش السيراميك يعني. همسح بقى كويس قوي. شايفين؟ هتلاقوها بتلمع جدا وزي الفل. هي اصلا الرخامة دي فيها شوية عاهات كده مستديمة، الحاجات الحمراء اللي هي في السفل بتاعها ده، بس عادي بقى، يلا كويسة شغالة يعني. تمام. هلمع بقى كله بالشكل ده كده، وهبدأ بعد كده ان انا انشفها كويس قوي.
بفوطة طبعا تكون ناشفة. شايفين هي كده خلاص تمام. هبدأ بقى ان انا اجيب المفرش بتاعي وهحطه عليها. المفرش ده عبارة يا جماعة عن ورق حائط بس انا بحب شكله جدا. على رمضان بإذن الله هجيب لها مفرش، كنت هحط عليها ستيكر زي ما قلت لكم في فيديو المشتريات. بس بصراحة يعني رجعت في كلامي لان الاستيكر ليه عيوب، وبرضو الرخامة كده بتبقى احسن من الاستيكر، من انك انت تلزقي عليها ستيكر. ده شكله مش بطال، انا بحب شكله قوي. هقرب اهو الكاميرا منه عشان تشوفوه يعني كويس. بحبه انا يعني، شغال. اجيب بقى الحاجه بتاعتي. فاكرين طقم التوابل اللي انا كنت وريته لكم من فتره كبيره ده؟ انا ما كنتش لسه استخدمته، مليته بقى بالتوابل بتاعتي اهي، وبدات احطه. شكله جميل كده ومبهج زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى بقيه الحاجه. منظم المعالق ده اللي انا كنت جايباه من رنين، ده ب15 جنيه يا جماعه، مش اكتر من كده. خلاص. انا دلوقتي بقى هحط حاجتي فيه. اللي قلت لكم بالصدفه انا عندي حاجات من نفس اللون بتاعه كده، مضرب البيض والفرشه بتاعه الدهان، وعندي السكاكين دي. جبت كمان الاسباتيولا دي علشان البيض والحاجات الصغيره، شويه صلصه اي حاجه كده بعملها. جبتها علشانها وقلت اجيبها نفس اللون. دي سعرها كان 15 جنيه، ومعاها فرشة كمان هوريها لكم دلوقتي وهحطها اهي. هم حجمهم صغير كده. بس بصراحة حلوين قوي. في ناس بتبيعهم ب20 جنيه. خلاص هاخدها بقى وافتح المفرش السيليكون ده بتاعي السخن. وهحطه وهحطها عليه، بس هاخدها الناحية التانية اهو، وحطيتها كده عليه. ده كده شكلهم في النهاية. ايه رأيكم؟ انا حاسة ان شكله كويس. شكل كمان النهائي هيبقى حلو بإذن الله. انا جايبة كمان ستيكر للبوتاجاز. الفيديو الجاي بإذن الله هيبقى بقى تنظيف البوتاجاز، وهحط الاستيكر وكده. جايباه برضو من نفس الالوان. هفتح بقى المفرش السيليكون التاني وهحط عليه الفازة الصغننة اللي انا برضو كنت موريها لكم. هفتحها بقى من علبتها هي كمان وهاجي احطها. بصوا شكله جميل. اللون ده انا بحبه، يعني انا بحب اللون ده جدا. اهي دي الفازة كده. انا كنت جايباها برضو وريتها لكم. ده شكلها اهو. آه بتمنى طبعا يكون التغيير والتجديد ده عجبكم. هو عجبني الحمد لله. حاجات بسيطة جدا واسعارها رخيصة جدا. ده بقى الشكل النهائي اهو. شايفين النظافة بقى والتجديد والحاجات دي بتغير النفسية يا جماعة تماما. يعني أنا عاملة الحاجات دي بالليل، الصبح بقى لما بصحى كده وادخل المطبخ، الله يعني بتغير تماما في نفسية الواحد. تحسسك كده بالعيد بقى وبهجته والكلام ده. خلاص. قربت تاني من البتاع عشان اوريهولكم. احسن من الستيكر بصراحة. ان شاء الله على رمضان بقى اجيب مفرش جديد وابقى برضه اوريهولكم واحطه على الرخامة. زي ما قلت لكم منظم ده كان ب15 جنيه بس من رنين. طقم التوابل الملون ده البرواز ده انا برضو حطيته لان بحسه اللوجو كده بتاع قناتي. وحطيت حلة الرز كمان بالشكل ده كده. طقم التوابل ده يا جماعة كنت جايباه ب40 جنيه من سنتر شاهين. والفازة الصغننة دي او الورد ده الصغننة دي كانت ب20 جنيه. كنت قلت لكم برضو سعرها بس عشان الناس اللي اول مرة يشوفوني. بالنسبة لدول بقى انا كنت جايباهم للشاي والسكر والبن. احطهم ولا اشيلهم؟ مش عايزاها تبقى زحمة. قلت احط واحد هو ازاز. الطقم التوابل ده جايباه من ولاد رجب ب25 جنيه بدل 30 عليه عرض. وهو احلى حاجة فيه ان هو ازاز، يعني قلت احط فيه الشاي والبن والحاجات دي والسكر. او ممكن اشيله، مش عايزة الرخامة تبقى زحمة يعني. خلاص يا حبايبي، هو ده كده بقى الشكل النهائي. بتمنى طبعا يكون عجبكم. بتمنى لأول مرة يشوف قناتي ما ينساش ابدا يشترك. انتظروني بقى الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى تنظيف البوتاجاز وتركيب الاستيكر. اوعوا ابدا تنسوا اللايك
والشير عشان الناس تتشجع وتجدد كده على دخول الترم التاني ورمضان وكده. بس بقى بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.